السلام عليكم. مساءكم سعيد لأهل بلدة طيبة حسن عبد الكريم وما جاورها. حبيت نعنون هذا الفيديو بالشتاء دافئ، حتى ولو بثياب قديمة أو أفرشة أو أغطية قديمة. حبينا الناشطين نوجه رسالة الناشطين إلى الفاعلين في المجتمع المدني، ووجه كذلك إلى نفسي. ماذا بيا الجمعيات حتى ولا كان ماهوش مجالك، يعني بصح مش مشكل، احنا رانا نكون نسعاو لوجه الله. تفاقدوا احنا خاصة النساء، هم عندهم اتصالاتهم وكذا، يلموا الألبسة حتى ولو كانت مستعملة ولكن ما زالت جيدة، حتى لو كان فيها ترقيع بسيط مش مشكل. نبداو نخيطوا وننظموا ونغسلهم وكذا، لأن كاين خاصة فيها لأن قد تطعم ولكن كيفاش تدفيه كيفاش يدفى، يعني خاصة في هذا البرد. رانا إن شاء الله رانا على أبواب الشتاء. هذه رسالة إلى كل مجتمع، إلى كل فاعلين في المجتمع المدني، وكذلك المجتمع المدني كل مسؤول، كل فرد مسؤول، كل فرد مسؤول، كل فرد مسؤول. وأنا كذلك نفتح البيت نتاعي، نفتح المنزل نتاعي اللي عندهم أغطية حتى ولو كانت قديمة حب يجدد ولا كذا، حتى ولو كانت زاورة كيما نقولوا احنا زاورات كوفيرطات كذا. الحمد لله عندي الغسالة اللي تغسل هذه الأغطية الثقيلة، هذه الأغطية الزور الكوفيرطات كلش عندي الحمد لله متوفرة. منزلي مفتوح لكل من أراد أن يصدق لوجه الله. منزلي مفتوح الحمد لله، الماء كاين، صابون كاين، نغسلهم. عندي الغسالة اللي تغسل هذه الأفرشة الثقيلة هذه وتنشفها والحمد لله. وكذلك بيتي مفتوح، أي واحد حاب يتبرع بألبسة بكذا يجيبهم لي للدار، أو كذلك المجتمع المدني كذلك أو الجمعيات. يعني جزاكم الله خير. والله يقسم بالله حسب ما نشوف ساعات المشاكل في البلاد في الزقوم ولا كذا، والله كاين مش لاحق مسكين، والله في الشتاء، يعني في عز الشتاء مسكين، لا هو دافي في البر ولا هو مدفي روحه داخل في البيت، يعلم الله عز وجل. خاصة اللي عندهم أطفال صغار، أنا عندي أولاد صغار وعندي كذا، والله عندي السخان ديلينج ولا شو يقولوا ذاك تاع الزيت، والله يمشي 24 ساعة على 24 ساعة بحكم الغرفة باردة، ولا الأولاد صغار خاصة في الليل لا يستطيعون يعني لا يستطيعون تغطية أنفسهم، والله نمشي فيها 24 ساعة على 24 ساعة. هذه الرسالة حبيت نوجهها للفاعلين في المجتمع المدني، جزاكم الله خير. وخاصة في الزقم كاين أخ والصديق والعزيز وهاب للعطور، جزاه الله خير على كل مجهوداته، ورجال الخفاء كذلك التفوا حوله، خاصة في الزقم التفوا حوله واقترحوا عليه، خاصة الألبسة والأفرشة وكذا، حتى ولو كانت قديمة نرقعوها كذا وتتغسل وكذا. والحمد لله عاد معظم المنازل عندهم الغسالات، وإن شاء الله يا ربي نكونوا كل خوتنا دافيين والحمد لله، حتى ولو كان تعطيه طرف كسرة وسميد وياكلها هو دفيان ومتهني وفرحان. هذه احنا اللي حابينها. والسلام عليكم ورحمة الله.